السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ناس مقطع جديد. مقطع النهاردة هنلعب لعبة روبلوكس، ولكن هنلعب ماب سوبر هيرو تايكون. قبل ما نبدأ اعمل لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، قولنا رأيك تحت في الكومنتات لو عجبتك ماب سوبر هيرو تايكون عشان نلعب مابات التايكون. قبل ما اصور هنا في الفيديو في الحلقة دي طبعا دخلت اجرب اصور في ماب مصانع الدول العربية، لكن معرفتش الماب من اول جهازين بنيتهم علقت ومرضتش اجيب فلوس والاجهزة ما كانتش بتوصل. قبل ما نبدأ اعمل لايك، سبسكرايب، فعل الجرس وبس كده. يلا بينا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا هنا بدأنا ناخد الفلوس عشان نروح نبني الجهاز التاني، واللي كان ب100 واللي كان يعتبر رخيص، والجهاز اللي بعديه ب250 باين. انا جيت دوست عشان اسرع الجهاز، ما بيشتغلش بالكليك شمال، شغال بالكليك يمين بس. يعني حاولت ادوس كليك شمال مش هيشتغل، الكليك يمين هي اللي هتشغله. انا طبعا عملت كده عشان اجيب لي فلوس اسرع واقدر اخلص الانتاج اسرع وابني اسرع. يعني اعمل لايك، سبسكرايب، فعل الجرس. طبعا لو انت جديد عايزك تنزل تكتب لي تحت كومنت عشان ارحب بيك واسلم عليك. زي ما انت شايف كده احنا هنا كنا خدنا الفلوس ورحنا نبني الجهاز اللي بعديه. زي ما انت شايف كده الجهاز ده ب900، نروح على طول في ثانية نجمع 900 جنيه، بقى معانا 600. طبعا هنا كنت رايح اشوف مدينة الولد اللي جنبي ده. هو الولد باتمان. باتمان اهو جنبي بيبني. هو طبعا مطول عني، فانا قررت اني هبني شوية في السور، فجمعت 1000 جنيه ورحت بنيت الجهاز. وبعديها بنيت فلوس تاني، خدت فلوس تاني ورحت اشوف الجهاز اللي بعد ده بكام علشان اجمع له واشتريه. طبعا رحت اجمعه، بس الجهاز فضلت رايح جاي كذا مرة عشان اعرف سعر الجهاز كام واقدر ابنيه. رحت وجيت مثلا بتاع حوالي مرتين كمان، لما هنا كان معايا 1700. ورحت تاني استكشفه اشوفه بكام. ماشي، انا رحت تاني اجيب فلوس، وطبعا هنا ما جمعتش تمن الجهاز. كده هيكون فاضل لي مرة تانية اروح وارجع عشان اجمع تمن الجهاز. وطبعا هنا رحت اجمع الفلوس لاخر مرة اهو، ورايح ابني الجهاز بعد ما جمعت 2800. يعني جبت تمن الجهاز ويمكن اكتر كمان. ورحت بقى بدأت ابني في السور علشان محدش يخش المدينة بتاعتي. طبعا لازم أأمن المدينة عشان انت مان بيبقى الطمع عليها اكتر، عشان بيبقى عندها اسلحة مش عند حد. هنا بنيت ارضية الاسلحة ورحت اجمع فلوس ورحت اشوف الجهاز ده بكام، لقيته غالي. رجعت تاني جمعت فلوس اهو، وطلعت برا اشوف الحاجات دي. لقيتها بروبوكس، وبعديها رحت اخد دي. طبعا ما لقيتهاش، البنت اللي في المدينة دي الصفرة ده هي اخدتها. وبعديها رحت تاني اجمع اللي هناك، وبعديها قلت لأ، كده كده الفلوس بتاعتها مش مهمة، لان انا كده كده بيجيلي برضو فلوس، يعتبر عندي مصدر دخل كويس، مش محتاجها. زي ما انت شايفين اهو دخلت ورحت ابني الجهاز كمان. الجهاز اللي بعديه ب9 كي، يعني 9000. فهبدأ في التجميع عشان نبني هذا الجهاز العميق. طبعا هنا جمعت كده حاليا معايا 2000 جنيه. متعرفش انا واقف اعمل ايه فوق، بس مش تقريبا
ده معلق فوق شوية. رحت هنا ابني الحيطة، ابني في الحيطة عشان محدش يخش، وبعدها اجمع 1500 جنيه ابني بيها الباب من هنا اهو. بنيت الباب، المفروض محدش يخش لي بقى المدينة. وايه هنبدأ بقى نبني الأسلحة والأجهزة وحاجات كده. طبعا زي ما انتوا شايفين دلوقتي هنا انا بجمع فلوس، وجمعت 1300 جنيه عشان اقدر ابني. رحت تاني اجمع فلوس وبنيت السلاح الاول اللي هو البوكس. ديب 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 ديب. فتحت الانفرتوري لقيته بيشيل 9 حاجات. ده حاجة كويسة. زي ما انتوا شايفين كده قررت اروح اشوف الحاجات بكام عشان اعرف ابنيها. ورحت تاني اجمع فلوس 3200. لقيت السلاح ده ب5 حكاية. واللي هناك كده انا واخد بالي منه وانا واقف هنا علشان اقدر ابنيها بالفلوس، بس مش مركز قوي هي بكام. بس انا ركزت الاكتر في الجهاز عشان اجيب الجهاز الاخير واقدر ان ابنيه. كمان بنيت اللي هو السلاح التاني اللي هو الشرينك دي بتاع اللي هي شبه المروحة دي. هو المفروض لما حد بيجيلك بتقدر تموته زيها زي السلاح التاني. ورحت اجمع فلوس. هنا جمعت 34,000 جنيه وبدأت بنا في الحيطة. والمفروض طلعت اشوف اللي برا زي ما قلنا ان هما بروبوكس، بس طبعا انا واحد نسيت ان هما بروبوكس. بدأت بنا عشان هطلع اكمل بنا في الدور التاني. فرحت جمعت فلوس حلوة. هنا طبعا موجود فوق اهو ان انا ليفل 3 مان. طبعا خدت فلوس وطلعت ابني في الدور التاني لما اصبح معايا 22,000 جنيه. طبعا مش عارفة اسيب لكم رابط الماب تحت، بس هسيب لكم اسم الماب في الوصف. وكمان هسيب لكم برنامج التصوير المستخدم وبرنامج المونتاج وبرنامج الصورة المصغرة. ماشي. وهنا بنيت السلاح ده واخدته خليته معايا. ورحت هنا عشان ابني الكاركتر، ودي طبعا رحت اشتريها لقيتها ب850 روبوكس. دي المفروض ان هي بتجيب لي جزيرة خاصة. الجزيرة الخاصة دي بقى ان انت تقدر تبني فيها اللي انت عايزه. هنا كنت وقفت تصوير عشان اجمع 100,000 جنيه واقدر اطلع فوق عشان ابني اللي انا عايزه في الدور التاني. وطلعت فوق طبعا فعلا عشان ابني واشتغل شوية فوق وابني في الاجهزة. وهنا بنيت الاسلحة التانية كده اهو. خدت الفلاي انت دي وخدت السلاح ده اللي مش عارف اسمه بتنجان بيستول ده. ورحت ابني جهاز اللي هناك علشان يجيب لي فلوس حلوة اهو كده اهو. بنيت تاني جهاز. طبعا هنا رحت جمعت 163,000 جنيه عشان اطلع وابدأ اشتغل في الدور التاني شوية واطوره كله واشتغل فيه. وطبعا طلعت بنيت تالت جهاز جبته. الجهاز التالت اهون. طبعا هنا باي دروبر هنا كان 15. المهم ان انا بنيت دول كلهم ما عدا اخر جهاز اللي مقدرتش اجيبه عشان كان غالي. هنا بقى انا رايح اهو علشان ابني شخصية انت مان. وفعلا بنيتها واخدتها ولبستها. طيب للناس اللي مش فاهمة ايه اللي حصل، وانا اترسبنت من غير الشخصية بتاعتي. الولد اللي لسه معدي من جنبنا ده بتاع شخصية سبايدر مان. اول ما انا جبت شخصية انتي مان هو هجم عليا وقعد يموت فيها زي ما انتوا شايفين. واللي مش سامع صوت انا قافل الصوت خالص علشان اعرف اتكلم والصوت ما يبقاش عالي. زي ما انتوا شايفين
قعد يموت فيا وخد الشخصية بتاعتي. طبعا هنا وقفت التصوير، معرفتش اصور خالص عشان الجهاز علق. روبلوكس حرفيا ما كانتش عايزة تمشي، فاخدت سلاح وطلعت فوق على امل اني احاول اني اموته. يعني طلعت فوق عشان احاول اني اموته، وهو كان واقف هنا. فطبعا اول ما انا طلعت هو قعد يضرب فيا. قمت انا اول ما طلعت من دي حاولت اضرب فيه، دمشت نصه بس ما قدرتش اموته. هو اللي موتني انا. زي ما انتوا شايفين اهو، انا اللي مت مش هو اللي مات. ماشي. فطلع تاني فوق على امل انه يكون مشى وخد معاه سلاح. وطبعا هنا جاي اطلع فوق ومسكت السلاح بتاعي معايا. المفروض السلاح ده لما بيتحدف على شخص المفروض انه يدمجه. المفروض اني طالع فوق، فطلعت قلت الحمد لله ما تلاقيتوش. بدأت ابني في الحيطة. تمام، بدأت ابني في الحيطة. طبعا هنا وقفت، جمعت شوية فلوس وخدتها وطلعت عشان اكمل فوق. قلت خلاص هو مش جاي تاني، واخيرا هبدأ استقر واقدر ابني. طب اوكي، انا هنا كنت طلعت بقى فوق خلاص، قلت هو مش موجود. اتلقيت واحد تاني هو اللي جالي. يعني خلاص خلصنا من سبايدر مان. اتلاقينا بقى حد تاني هو اللي اجا، وطبعا جه وغلس علينا برضه هو كمان. وكمان جه بعديه بتاع سبايدر مان ده لوحده وده لوحده، وجبتها سبايدر مان تاني رخم عليا وغلس. ماشي. هنا بقى ايه، اخد الفلوس مش عارف انه عمو بيجري ورايا حالف، ما هو سايبني، اللي هو مستحلف لي، اللي هو اكنهم كانوا بيحاولوا يخرجوني عشان يجيبوا حد مثلا يدوله المدينة. يعني هم بيحاولوا يخرجوني، ما بيحاولوا يخلوني اتنرفز علشان اخرج من الماء ويدوا لحد تاني المدينة. انا بمسك السلاح مش عارفة اموته مش عارف، ما فيش، ما بيموتش والله. انا ما قدرتش استحمله، قلت خلاص هو مش موجود. رحت ماشي، رحت بقى عشان ابني وتمام. قلت خلاص هنبقى مستقرين وهنستقر وهنبني. حتى هنا هو بنيت شخصية انت مان، ورحت خدت الشخصية. وكمان كنت رايح اخد في الاسلحة، لقيته طلع لي تاني، جالي تاني. هو بيخش ازاي انا ما اعرفش، يعني هو بيخش ازاي انا ما اعرفش. يعني انا اعرف هو بيخش منين؟ لو حد يعرف يقول لي المكان اللي هو بيخش منه عشان انا ابقى عارفه. يعني هو في حاجة مثلا في ماب سوبر هيرو تايكونز اللي انا بلعبها دي، في حاجة كده تقدر تاخدها تصغرك مثلا، تعديك من بين البوابات. اللي انا عارفه ان الحاجة دي في المدينة بتاعتي انا، يعني هي مدينة انتمان. هنا فضلت واقف شوية خايف منهم مش عارف ليه، بس فضلت واقف شوية عشان ما يموتونيش. واحد واقف برا اهو مش عارف يخش. طب تمام، هنا خلاص طلعت اخد الاسلحة بتاعتي، وكنت عايز كمان اخد الفلوس. حتى هنا اهو وقفت تصوير عشان اخد الفلوس. وطبعا لقيته بيجري ورايا عايز اخد الفلوس، مش عارف اخد الفلوس. طيب سيبني اخد الفلوس، مفيش خالص. طيب انا هنهي بقى الفيديو على كده عشان ما اتضايقش وبس. باي باي.